السلام عليكم. انا اسلام. النهارده شورت فيديو كده هنصحك فيه نصيحه صغيره. مش دايما الخيار الافضل انك لما يكون عندك مشاكل وتكون مهموم ومخنوق كده وتحس نفسك خلاص الدنيا ضاقت على صدرك كده تروح قايل انا هقعد لوحدي في الاوضه وهبدا احل من مشكلتي وكده. بص، الخيار الافضل هنا انا بصراحه ما بفضلش القعاد في البيت. القعاد في البيت يسبب اكتئاب. فنصيحة مني، اخرج، اقعد في مكان حتى لو هتقعد لوحدك مش مهم مع اصحابك، وفكر في المكان. احسن ما تفكر من البيت. البيت هيزود اكتئابك وخنقتك لانك مش شامم هوا كويس، شامم هوا وخنقة المروحة اللي عندك والجو حر. فجرب تروح اماكن فيها طبيعة وزرع واشجار واماكن حلوة كده. يعني الطبيعة لما بتنظر ليها كده وتبقى شايفها بتحس كده براحة نفسية تلقائيا، بتبدأ تفكر. لكن انت هتقعد في البيت صدقني مش هتحل حاجة، لا بالعكس انت هتزود المشاكل وهتبقى تعبان قوي. وان انت طول ما انت قاعد كده في اربع حيطان انت كأنك قاعد زي في مستشفى مقفول عليك. مستشفى ما بتعالجش، بتزود المرض. فدايما عشان تجدد الطاقة السلبية اللي عندك ديت وتشيلها لازم تحط طاقة إيجابية. طب الطاقة الإيجابية دي هتجيبها منين وأنت أصلا قاعد في البيت محبط؟ مش هتيجي لو أنت منتظر الموضوع ده، مش هيجي ومش هيحصل. لازم تغير أنت من كده المكان واقعد في مكان هادي مع نفسك. فكر بهدوء. مش عايزك بقى تبقى قاعد متعصب حتى لو أنت قاعد مع نفسك. خلاص فرصتك جات لك، اهدى كده وابدا فكر تحل مشاكلك النفسيه دي ازاي، وشوف ايه سبب المشاكل ديت لا تبعد عنها خالص، لا تشوف لها حل للاسباب اللي بتخليها تبقى موجوده. فيا صاحبي اليومين دول انا يعني نصيحتي ليك انت داخل على دراسه. لو نفسيتك وحشه صدقني اوعى تسيبها تدخل عليك الدراسه، لان لو انت حالل مشاكلك دي هيبقى الموضوع سيء قوي. السنين يعني صعبه، الدراسه صعبه. ثانوي سواء بقى اعدادي، كل واحد طبعا ليه مرحله في دماغه. بالنسبه له دي صعب. يعني اعدادي بالنسبه لثانوي يعني احنا بنهرج، وجامعه بالنسبه لثانوي على الله ايه ده، ايه اللي انتوا بتدرسوه ده. فكل واحد على حسب عقليته طبعا وحسب مرحلته العمريه وكده، فبيحس ان المواد هتبقى صعبه قوي، دي سنه جديده والكلام ده. فعشان تستعد نفسيا للموضوع دوت لازم تقعد مع نفسك كده يا باشا ويخرج كل الطاقه السلبيه كده عشان تعرف تستعد للموسم الجديد للدراسه. وقت اللي انت بتحبه للدراسه كده، اي حاجه انت بتحبها في الدراسه بحيث انها تحمسك. انت ما بتتحمسش بسهوله لما يبقى عندك حاجه معينه، مفيش مشكله اشتري الحاجه ديت تخليها تحمسك على المذاكره اكتر واكتر. ويعني انا اتمنى من الكل انه المشاكل يا جدعان يعني شيء بسيط، مش شيء زي ما احنا فاكرين بقى اللي هو لازم تاخد وقتها قبل ما تتحل والكلام ده. ساعات في امور والله انا بلاقي مشاكل كده بالفعل بنكون احنا اللي بنطولها غصب. احنا عايزينها تطول لكن بتبقى حلها سهل جدا. انا ببقى شايف ايه المشكله دي يا جماعه، احنا بنهزر ولا ايه؟ ده حلها واحد اتنين تلاته، سهله. الامور ساعات والله بتبقى اسهل مما نتخيل، بس في ناس مصممه تصعب المشكله على نفسها. فاللي انا طالبه منك مش عايزك تدي الامور اكبر من حجمها، وعايزك تدخل كده الموسم الدراسي الجديد بصدر واسع كده وتستقبله بكل حب علشان تعدي السنه اللي تبدا ديت على خير، عشان تبقى سهله وما تبقاش صعبه عليك زي السنه اللي فاتت. انا اسلام، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.